اللثغات مدمرة حياة ابني ليه بس يا ست الكل؟ اللثغات مشكلة لغوية بتقابل أطفال كتير، وهو إن يخرج الصوت من غير مخرجه. يعني الصوت اللي ربنا خلقه بيخرج من حتة، هو بيخرجه من حتة تانية، أو الظروف المحيطة بالصوت فيها مشكلة. يعني إيه الظروف المحيطة بالصوت؟ لسانه مفروض يبقى هنا، هو بيحرك لسانه في حتة تانية. قدر الهواء مفروض يبقى كتير بيعمله قليل، مفروض يبقى قليل يعمله كتير. كل التفاصيل اللي تخص الصوت، وهي تفاصيل كتير، لو فيها مشكلة بتخلي الطفل بيطلع الصوت من غير مخرجه. ولو طلع من غير مخرجه بيطلع بحاجة اسمها لدغة أو لدغة بالعامي المصري، ودي مشكلة موجودة في أطفال كتير. لو ابنك عدى ال5 سنين، لو ابنك بيتكلم كويس بس عنده لغاية 4 أصوات غلط، لدغة 2 3 4 بالكتير. أكتر من 4 ما يبقوش لثغات يا ماما، يبقى تأخر لغوي. لو أكتر من 4 لثغات تبقى تأخر لغوي. لكن لو 1 2 3 4 بيتكلم كويس في العادي، ساعتها بتبقى مشكلة عند تخاطبية اسمها لثغات. بنعمل إيه؟ تقييم، اختبار اصوات، نطلع بالظبط انهي صوت لزغه اللي فيه مشكله وليه بالظبط، وبعد كده جلسات لضبط اللزغه. موضوع بسيط مش معقد خالص، وفي العادي ما بياخدش وقت كتير، بالكتير شهرين ولا حاجه، وامر طبيعي. لكن ما تسيبهوش في ابنك يخليه يتعرض للتنمر، ويخليه يفقد ثقته في نفسه، ويخليه يزعل. ليه؟ موضوع بسيط ومالوش عمر، من 5 سنين لغايه 100 سنه عادي. يعني حضرتك شخصيا لو عندك لدغه، روح لحد يظبطها لك.